ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا طالعه النهارده اقول لكم كام نصيحه للمخبوزات في الفيديو ده. فيديو سريع قوي وكام نصيحه هيفرقوا معاكم جدا. يلا بينا. اول نصيحه ان انت لما تيجي تعجني العجينه، عجنها ما يقلش عن 8 او 10 دقائق. تعجنيها كويس قوي. الفتره دي اقل من كده هتديكي نتيجه مش مرضيه ليكي، وفي نفس الوقت اللي هتلاقيها مش هشه. تاني حاجه تعجنيها بميه دافيه، ما تكونش ميه ساقعه ولا سخنه قوي. ده برضو هيدي طراوه للعجينه وهتكون هشه معاكي. تالت نصيحة ليكي، إن هي بعد ما تشكليها في الصينية تسيبيها تخمر 10 أو ربع ساعة، 10 دقايق أو ربع ساعة، عشان كمان تديكي نتيجة كويسة. ودي أهم حاجة، لأن انتي بعد ما شكلتيها أصلا خلاص مدة التخمير بتاعتها راحت في العجن والتشكيل، فلازم تسيبيها تخمر تاني 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير. آخر نصيحة بص ايدك، شجع الشباب، شجع الشباب. او اللي قبل الاخيره، ان انت تكوني الفرن بتاعك يكون لازم سخن، ما تدخلهاش على فرن مش سخن. لازم يكون سخن وعلى درجه عاليه جدا، عشان تقدري تديكي طراوه وهشاشه. مثلا ما تنشفش من فوق ومن تحت ومن جوه تلاقيها طريه مش قوي او مش هشه قوي. لازم الفرن يكون سخن وقبلها بفتره كبيره جدا عشان يديكي النتيجه اللي انت عاوزاها. واخر نصيحه ليكي، ان هي بعد ما تطلعي المعجنات بتاعتك تغطيها بفوطة وتكون مندية. يعني تجيبي فوطة وترشي عليها بالبخاخة مثلا رشتين كده، وتغطي بيها المعجنات. ده هيخلي المعجنات معاكي طرية فترة أطول، ومش هتفرول معاكي. وكمان لو حابة تشيليها في الفريزر بتاعك هتطلعيها تسيبيها شوية هتفك، هتلاقيها بنفس النتيجة بتاعتك. وبجد هتلاقيها هشة جدا معاكي وحلوة قوي. هسيبلكوا صور بيتزا او معجنات تحت لو حد حابب اي حاجة يسألني عليها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون عرفت افيدكم شوية. عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك.